من الاول خرجهم من دور المجموعات، ماشي طمعنا حنايا ونبداو نشوفوا في الفينال وضرب ليا الفرق المقودين وفي الاخر تجي تلعب ليا مات. شنو كتسنى من واحد ومتخلي الطالبي راس حربه؟ الطالبي فيه متر ونص مع اوباميكانو كيك وحده اوباميكانو وكيبان معوق ما يديه رجليه. ها متخلي الطالبي جيبيه بالجديده المدرقه، جيبيه بالجديده عاد صلينا العشاء ما باغينش نخسروا الهضره. الشكوى الله على منتخب الحبس. شوف اللي غادي يقول لي السياسه ما كايناش في الكره غادي ندفل عليه، اقسم بالله الا الماتش تسبع. كنقول لكم المباراه ديال اليوم يعني فيها ان واخواتها، يعني راه فيها ان واخواتها بلا ما نتناقشوا في هذا الموضوع هذا وكل شيء عارف هذا. واش بغيتي تربحوا فرنسا ما كتحشموش ولا شنو؟ قولوا لي المغاربه واش من نيتكم؟ واش نسيتوا شي حاجه سميتها القمر؟ هذا راه خرج على العقل. هذا تقول لي انا بونو ولا ما بونو؟ شنو بونو كاع شد بيلانتي ما شدوش السي. ما كنشكك حتى في الوطنيه شي واحد، ولكن اقسم بالله الا كتضحكوا على بنادم. انا بغيت نفهم غير الناس اللي كيقول لك بعنا الماتش لفرنسا هما ديما عندهم نظريه المؤامره. اسيدي نفترضوا معاكم انه ما بعناش الماتش لفرنسا، واش كتظن انه غادي حنا نربحوا فرنسا؟ شي فرنسا لو كان نعاودوا مع هذا الماتش 200 مره راه ما كناش نربحوا. فرنسا عفسات علينا بداك الهجوم ديالها، اللعابه مابقاوش قادرين يخرجوا حتى كره. فرنسا ولات عندهم خبره في المونديال، المدرب ديالهم دي شون اللي كيربحك باقل جهد. كتحس بالمنتخب لاعب عادي، داك المنتخب ولا وحش هو اللي غادي يدي هاد كاس العالم. راه ملي كتشبع بهاد نظريه المؤامره واللي حنا ظلمنا وباللي شحال من حاجه وعينك ما كتشوفش الاغلاط اللي درت، ما عمرك ما غادي تزيد لقدام. الشعوب والدول كتبنى الناس كيشوفوا شنو الاخطاء اللي درنا وشنو اللي خاصنا نصلحوا. اما الى ديما كدير فيها دور الضحيه وبلي داروا لينا وفعلوا لينا وكتوهم راسك بواحد الاوهام، راك عمرك غادي دير شي كاس وعمرك غادي دير شي لقب وعمرك غتزيد تافونسي في البطولات وبزاف ديال الحوايج وجا في حياتك. الى ديما داروا لي الناس فعلوا لي ساحرين لي معينيني مقوصيني، الناس كتلقاهم في بلاصتهم ما كيزيدوش لقدام، ديما مليحين الشماعه ديال الفشل على واحد اخر. ميم اللي كتجلس وكتحط رجليك الارض وكتقول فاش غلطت وها فاش غلطنا وها شنو خاصنا نصلحوا وها شنو ما خاصناش نعاودوا نديروا وها فاش خاصنا نطوروا راسنا، تما غنزيدوا لقدام. سلوى حنا ما نتقلبوا عليك، ما نقول لك انت مزيان انت خايب، ولكن حاجه وحده بغينا نوصلوك بان والد هذاك اللي في قطر 22 راه خرج فرنسا وكاين الماتش كان كبير. الماتش كنا حاسين فيه بان المغرب كانت قادره انها تربح لولا الظلم التحكيمي اللي تعرضنا له في قطر 22. هذا الماتش هذا راه ما فهمنا فيه والو، ما كانوا اداء، ما خرجنا نلعبوا كوره. واش احترمنا فرنسا لهاد الدرجه كبيره ولا ما فهمتش؟ واش احترمنا فرنسا ولا ما كنشوف الاداء ديال المنتخب المغربي ضد البرازيل ضد الفرق الاخرين كتجي فرنسا واش احترمنا فرنسا بزاف ولا كاين شي حوايج اخرين؟ حقاش هذا غريب والله الا جاني غريب والله جاني ما فهمتش انا واش هذا مغرب اللي كنت كنتفرج فيه ولا شي فرقه اخرى. اداء بات، اللاعبيه باتين، ما كاين لا روح لا كره كامله كنلعبوها اللور. العجب والله الا العجب اللي فهم شي حاجه يفهمها في الكومونتير. حنا ما غنتقلبوا عليكم والو السواب، حنا غادي نقولوا لك بان الركراكي لعب نصف نهائي مع فرنسا احسن من هذا الماتش. الركراكي جزئيات بسيطه كان يمكن ليه يتفوق على المنتخب الفرنسي بجزئيات بسيطه بمساعده الحكام وكذا والى اخره، وربحونا بالزز بجوج لزيرو وجوينا كره وبقى فينا الحال في ذاك الماتش. علاش؟ لاننا لعبنا الكره ومتعنا الناس اللي شافوا الماتش وخلقنا خطوره. اصاحبي راه مدغشقر لعبه ضد فرنسا يعني